ينفرد العراق بمحنة لا مثيل لها في دول العالم، ألا وهي استمرار تعرض أبنائه للإشعاع النووي منذ فترة طويلة، وكأنما لا يكفي ما عاناه العراقيون وهم يعيشون منذ نحو 3 عقود في بيئة موبوءة بسموم أخطر الملوثات. ولم يعد سرا أن الأحداث الأمنية ما بين عامي 1991 و2003 حين استخدمت قذائف اليورانيوم المستنفذ قد تركت إرثا وخيما على صحة العراقيين عموما، وازديادا في السرطانات والتشوهات الخلقية لدى المواليد خصوصا. واليوم جاءت تحذيرات جديدة من وجود تلوث إشعاعي كبير في الهواء بمنطقة كسرى وعطا شرقي بغداد، وفي هذا التقرير نستعرض وإياكم حقيقة هذا الملف الشائك. تشير التقارير الدولية إلى أن واشنطن ولندن استخدمتا ما يتراوح بين 1000 و2200 طن من القذائف المصنوعة من اليورانيوم، إضافة إلى 375 طنا استخدمت في حرب الخليج الثانية عام 91، وازدادت مستويات الإشعاع بأكثر من 1000 مرة في مواقع سقوط تلك القذائف. يعد اليورانيوم من المواد الخطرة على الإنسان، فيما يستمر نصف فترة إشعاعاتها ما بين 4 إلى 5 بلايين سنة، ولها قابلية التفاعل مع المواد الأخرى وتضر بالإنسان من خلال ملامسة الأجزاء الملوثة بها أو استنشاق الغازات الصادرة عنها. فالنشاط الإشعاعي لا يظهر للعيان فورا، بل إنه يتغلغل في الجسم بطيئا ويؤدي إلى إصابات أكثرها قاتلة، وهذا ما يفسر الموت المفاجئ للعراقيين والإصابة بأمراض الانفجار الدماغي والجلطات الدموية والضغوط وفقدان البصر وغيرها. وفيما يعد العراق من أكثر بلدان الشرق الأوسط التي تنتشر فيه الأمراض السرطانية بنسبة تبلغ 70 إصابة لكل 100,000 شخص، ترتفع أيضا الإصابات المماثلة في كل من الكويت والسعودية. فيما تعود هذه الأمراض إلى التلوث البيئي الواسع في الهواء الذي يحمل ذرات عنصر اليورانيوم، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية التي تصلها ترسبات العنصر الثقيل نفسه، وتلوث الأراضي الزراعية والمزروعات في المناطق القريبة من مواقع وجود المخلفات المشعة. وزارة البيئة العراقية أكدت وجود أكثر من 300 موقع ملوث في البلاد، يحتمل وصول أضرارها إلى 23 مليون نسمة في عموم المحافظات. وأعلن مصدر في وزارة الصحة وجود أكثر من 140 ألف عراقي مصابين بالسرطان حاليا، تضاف إليهم 7500 حالة جديدة كل سنة. ويتوقع خبراء أن يرتفع عدد الإصابات في العراق إلى أكثر من 25 ألف إصابة سنوياً.